السلام عليكم. عملنا بقى مع بعض على قناة في فيديو سابق كده الفايش الصعيدي بالخميرة الأصلية بكل تكاته وخطواته. بصراحة كان من أجمل وألذ وأروع الفيديوهات اللي أنا فعلا عملتها على القناة. هي خطواته كتير وبتاخد وقت شوية بس النتيجة بتاعته روعة. هنعمل بقى مع بعض النهاردة إن شاء الله الفاش السريع فاش الأفران. هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة وخطوات كمان أبسط. هنعمله النهارده بطريقه كده بسيطه وكمان مكونات كده موجوده عندك في البيت، وهيطلع معاكي كده هش وخفيف وكمان مقرمش، وهيبقى كمان احلى بكتير من اللي انت كده بتشتريه من بره. هسيب لكم بقى كده لينك فاش الصعيدي كده في صندوق الوصف اللي حابب كده يشوفه. تعالوا بقى كده بينا النهارده نبدا بالفيديو بتاعنا النهارده علشان نشوف المكونات وكمان طريقه التحضير. لايك وشير بقى للفيديو جميل بقى النهارده علشان يوصل كده لاكبر عدد من الناس، وكمان الاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم الاشعار بكل الوصفات الجديده. تعالوا بينا نبدا. هنسمي الله. ومعايا هنا طبق عميق اضيف فيه معايا هنا نص كوبايه ميه دافيه، وكمان هضيف عليها كده نص كوبايه من الحليب الدافي. لو حابه كده تستخدمي مقدار كله ميه مفيش مشكله خالص، بس طبعا الحليب كده بيعزز معايا الطعم وكمان مغذي. هضيف بقى كمان معايا هنا معلقه كده كبيره من الخميره الفوريه، وكمان معايا معلقه كبيره من السكر. هضيف كمان معاهم ربع كوبايه كده من السمنه السايحه مدفيها كده بسيط، ومعايا كمان معلقه كده كبيره من الخل، وكمان معلقه كبيره من الكركم، واخر حاجه بقى رشه بسيطه كده جدا من الملح. بشكل بسيط خالص بقى هنبدأ نقلب المكونات الجميلة دي كده مع بعض لحد ما نتأكد كده ان الخميرة والسكر دابوا كده معايا تماما. بعد ما اتأكدت ان الخميرة والسكر دابوا معايا كده تماما هبدأ اضيف الدقيق. معايا هنا نص كيلو من الدقيق. هناخد بقى الدقيق كده كويس جدا قبل ما ابدأ استخدمه، وكمان استخدم دقيق تكون نوعيته كويسة علشان يديكي كده افضل نتيجة. فاول عجن بقى كده نقلب كده بمعلقه وسباتولا بالشكل ده لحد ما نتأكد كده ان الدقيق واختفى كده مع باقي المكونات السائلة. بعد كده بدأت استغنى كده عن المعلقة والسباتولا، وهقلب بقى واعجن كده بايدي علشان كده اتحكم في قوام العجينة بتاعتي كده كويس جدا. هعجن بقى كده فيها حوالي 5 دقايق لحد ما نوصل لقوام العجينة المطلوب. عجينة تكون طرية ولينة ومش بتلزق في الايد كده بالشكل ده. وده كده هيكون شكل العجينة بتاعتي بعد ما عجنتها كويس جدا. بجد ما شاء الله عجينة طرية ولينة ومش بتلزق في الايد. هنجيب بقى كده طبق تاني وادهنه كده معلقة كده صغيرة من الزيت. الزيت بقى هنا فايدته انه بيساعد كده العجينة بتاعتك ما تلزقش في الطبق، وكمان ما تلزقش في الاسترتش، وكمان بيساعد العجينة ان هي ترتفع وتختمر معايا كده بسرعة. هدهن بقى الطبق بتاعي كويس جدا بالشكل ده. هنجيب بقى كده العجينه وهدهن وشها كمان كويس جدا بالزيت بالشكل ده. بعد كده بقى هبدا اغطيها واسيبها بقى كده في مكان دافي لحد ما تختمر وترتفع معايا. ومدة التخمير هنا هتكون على حسب درجة حرارة الجو عندك. المهم ان احنا نسيبها لحد ما تختمر معانا كده بشكل كويس. بعد بقى ما غطيتها كده بالستريتش بشكل كويس هضيف كمان عليها فوطة واسيبها بقى كده في مكان دافي لحد ما تختمر معايا. وده كده هيكون شكلها بجد ما شاء الله اختمرت وارتفعت وبقت معانا بالشكل الجميل ده. هفرغها بقى كده من الهواء بشكل كويس، وبعد كده هبدأ اقسمها جزئين كده متساويين. في الوقت ده بقى كده قسمت العجينة بتاعتي كده لجزئين متساويين علشان هنستخدم كده كل جزء لوحده. كورتهم بقى كده بالشكل البسيط ده، وبعد كده هبدأ اغطيهم واسيبهم بقى يرتاحوا معايا كده حوالي 10 دقايق علشان وقت ما نيجي نفردها تتفرد معانا كده بكل سهولة. بعد ما سبت العجينة بتاعتي ترتاح كده معايا حوالي 10 دقايق هبدأ بقى كده اخد اول جزء منها وابدأ افردها كده على الرخامة بشكل بسيط. اول حاجة كده افردها بايدي بشكل بسيط بالشكل ده، وبعد كده هجيب الفرادة او نشابة وافردها كده على شكل مستطيل. نحاول كده نفردها على شكل مستطيل او مربع معانا بالشكل ده. نحاول كده نفردها على شكل مربع يكون متساوي على قد ما نقدر بالشكل ده علشان بعد كده هنبدأ نلفها رول. هي الطريقة سهلة وبسيطة مش هتاخد وقت معاكي خالص. مجرد بس ما تفردي العجينة كده هتتفرد معاكي بكل سهولة لان كده انت مريحاها كده بشكل كويس. بعد ما فردنا العجينة بتاعتنا بالشكل ده هناخد كده طرف العجينة ونبدأ نلفها رول بسيط بالشكل الجميل ده. بصوا بقى هنا معايا ما شاء الله العجينة بتتلف معايا كده بكل سهولة. وده دليل يا جماعة العجينة بتاعتنا كده ممتازة وناجحة جدا. اهم حاجة بقى هنا نأكد على القفلة كويس جدا بالشكل ده علشان وقت التسوية كده ما تفكش معانا كده في الفرن. هجيب بقى كده صينيه او صاج دهنها كده حاجه بسيطه من السمنه، وهبدا اضيف بقى كده فيه رغيف الفايش بتاعي بالشكل ده. نفس الطريقه بالظبط ونفس الخطوات هعمل الجزء التاني. وطبعا كل ما تلفيه عدد لفات اكتر بيديكي كده توريقات حلوه قوي كده او فراغات في بعد التسويه بجد بتبقى جميله جدا. بصوا هنا بقى معايا ما شاء الله العجينه سهله ازاي. برضو هنا بقى هاكد كده على القفله كويس جدا قبل ما ابدا اضيف كده الرغيف بتاعي كده الصينيه او الصاج. هدهن بقى كده الصاج او صينيه دهنه بسيطه كده من السمنه وابدا اضيف فيها كده رغيف الفايش بالشكل ده.
هغطيه بقى كده واسيبه لحد ما يبدأ يختمر معايا. بصوا بقى معايا هنا الجمال بجد ما شاء الله، طريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد وقت معاكي خالص في التحضير. وده كده بقى هيكون شكل رغيف الفيش بتاعي بعد ما سبته اختمر وارتفع وبقى معانا بالشكل الجميل ده، بجد ما شاء الله. سبته كده حوالي نص ساعة لحد ما اختمر معايا بقى بالشكل الجميل ده. جبت بقى معلقة كده كبيرة من الحليب او اللبن، وضفت لها حبة صغيرة كده جدا من السكر، وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده بدأت ادهن بقى وش الرغيف بتاعي بالشكل ده علشان ياخد لون كده حلو جدا اثناء التسوية. هسويه بقى كده في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، ونحط صينية او صاج في الرف الاوسط، وهنكون مشغلين النار من تحت بس. وقت التسوية بقى كده هيكون من 25 ل 30 دقيقة. أول بقى ما نلاقي الجوانب بتاعته بدأت تاخد لون، هنطفي النار من تحت ونشغل كده الشواية عليه حوالي 5 دقايق. بس أهم حاجة هنا يا جماعة وقت أول ما نشغل كده الشواية بتاعتنا ناخد بالنا منه كويس جدا علشان مش ياخد معانا كده لون بزيادة. وطبعا التسوية هنا على حسب كل واحد والفرن عنده. وبعد كده هيطلع بقى معانا، يبقى معانا بالجمال ده كله بجد ما شاء الله. أسيبه بقى لحد ما يهدى معايا تماما، وبعد كده هبدأ أقطعه شرايح بالشكل ده. بس معلش بقى مقطع كده وانا بقطع الرغيف بتاعي كده بعد ما طلعته من الفرن وسبته هدوء معايا تماما شرايح بالشكل ده، اتحذف كده مني وانا بسجل الفيديو. بس الفكره ان انا قطعت كده رغيف الفيش بتاعي، وبعد كده رصيته في الصواني بتاعتي بالشكل البسيط ده. وبعد كده بدات ادخلها الفرن تاني لحد ما على نار متوسطه، لحد ما بدا يقرمش معانا ويكون بالشكل الجميل ده. سمعتوا بقى كده صوت القرمشه معايا؟ انا حبيت بس اسمعها لكم هنا علشان تشوفوا الفيش بتاعنا ما شاء الله طالع معانا هش وخفيف، وكمان مقرمش قد ايه. بجد يا جماعة من أجمل وأبسط الطرق اللي ممكن تجربوا فيها الفاشي السريع، سهل وبسيط، وكمان مكوناته مش كتير، وكمان مش هياخد وقت معاكي خالص في تحضيره، وهيطلع معاكي هش وخفيف ومقرمش وأحلى بكتير كده من اللي انت بتشتريه من بره. جربيه بالطريقة دي وهيعجبك جدا. أحلى فطار بقى كده الصبح مع كوباية الشاي وبألف هنا. يلا بقى كده بسرعة جربوه بنفس الطريقة ونفس الخطوات، وإن شاء الله بجد هيعجبكم. هسيب ليكم بقى مكونات الوصفة كده كلها مكتوبة في الوصف تحت الفيديو، وبالهنا والشفا مقدمة لكل هيجربها. وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة معاكم. أتمنى بجد فيديو النهاردة وصفة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتوا منها. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة وصفة النهاردة ما تنسوش اللايك والشير للفيديو الجميل ده كده على طول عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وكمان الاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم الإشعار بكل الوصفات الجديدة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.